ما بحقن ان لازم تشرب ميه كتير، علشان لما بيشرب ميه كتير بتبدا الماده ما تتكسرش، فبتفضل قاعده كتير. طبعا لازم ان الواحد ما يخرجش في الشمس كتير، برضه لازم يبقى فيه استخدام واقي شمس. اوكي، طبعا كل الناس مش مدركه اهميته. سمعت التدخين برضه؟ بالظبط، والتدخين. البخار دي معلومه برضو ما كانش في ناس كتير كانوش يعرفوها. بيأثر على الفيلر؟ بيأثر جدا، ان هو بيقلل الماده دي لانه بيبخرها بمعنى اصح. يعني اللي تعمل فيلر ما تروحش تعمل ساونا وجاكوزي بقى. يعني يستحسن انه يكون بكميه قليله، يعني لو هتعمل مضطره يبقى حاجات بسيطه، مش عاده يعني. تمام. لكن اللي كنت عايزه اقول لك عليه ان الفيلر ليه بيقعد مع ناس كتير، علشان هم بيهتموا بشرب الميه، اكل فيتامين، عدم التعرض للشمس، بحط واقي شمس. تمام. في بعض التمارين بطلبها من البيشنت اول ما بتحقن تروح تعملها لي، دي بتساعد ان الفيلر يفضل مرفوع ويفضل واخد اللي هي زي المساج مثلا. لا، هو بعد الحقن. تمام. ما بنصحش باي مساج يتعمل او ان انا احرك الماده من مكانها. لا، هو تمرين تاني بتبدا البيشنت تقلب لي بس راسها لورا لمده 10 دقائق لمده 3 ايام. تمام. ده بيساعد ان الجاذبيه تشد الفيلر لفوق. تمام. فيفضل واخد شكله. لكن ما بطلبش من البيشنت ان هي تعمل لي مساج او ان هي تضغط في المنطقه دي، لان انا ببقى اوريدي عامله لها المساج وعامله لها الشكل اللي هي عايزاه. موزعه الفيلر زي ما بيقولوا. بالظبط كده. كمان كنت عايز اسالك يا دكتور، يعني النتيجه دي بتظهر بعد مده قد ايه؟ يعني انا دلوقتي جيت لحضرتك، تمام، النتيجه ما اعتقدش ان هي هتكون فوريه زي ما انا قلت، يعني مثلا بتحتاج يومين 3 او كده، وفي ناس ثانيه ممكن يبقى النتيجه فوريه على طول. لا، هقول لك على حاجه، هي نتيجه بتبقى اوريدي فوريه، يعني حضرتك بتطلعي من عندي بتشوفيها. تمام. بس انا ببقى معرفه من البيشنت ان في بعض المواد يعني بيمتص بيها بنسبه قليله جدا، حوالي 25%، فببقى معرفه البيشنت ان في هيقل حجمه شويه. تمام. فعلى ده الاساس هي مثلا بتطلب حجم معين، ببقى عامله حسابها وقايله لها ان الماده هتقل بنسبه 25%. تمام. فلو عايزه هي زياده بزودها لها وهي قاعده معايا، ولما يقل بعد 3 ايام بيبقى هي دي النتيجه اللي هي عايزاها. اللي هو لما الورم يخف يعني. بالظبط كده. كمان كنت عايزه اعرف يا دكتور، يعني هل في حالات معينه او ناس مثلا بتعاني من حاجات معينه ما ينفعش ان هم يعملوا الفيلر او البوتوكس؟ لو جات لك مثلا تقول لها لا انا مش هينفع احقن لك فيلر او بوتوكس؟ لا، الحالات المعينه اللي ممكن بعد الشر ربنا يحفظنا جميعا يكون في كانسر او حاجه، لكن اي حاله بعد كده بينفع معاها، بدليل ان احنا بنستخدمه في اي سن معين. تمام. يعني من اول ما بتبتدي سن المراهقه وان البنت تبص لنفسها او تشوف ان في مشاكل في وشها او اي حاجه، خصوصا كمان ان الفيلر دلوقتي بستخدمه في علاج الندبات. يعني في بنات كتير بيبقى عندها حفر نتيجه ان الحبوب كانت بتلعب فيها والكلام ده. لسه كنت هسألك يا دكتور، يعني هل كمان الفيلر بيستخدم لعلاج الحبوب؟ هقول لك لا، هو بعد ما بعالج الحبوب في ندبات بتفضل موجوده لو البيشنت يعني اهملت في نفسها للدرجه دي، هي المفروض ما توصلش للدرجه دي. بس ساعات بستخدم الفيلر لما بتكون ندبات عميقه، بعد ما بخلص جلسات الليزر بتاعتي بيبقى لسه في اثار، فعشان اوحد السيرفس بتاعه البشره لازم استخدم فيها فيلر. تمام. كمان يا دكتور كنت عاوزه اعرف منك، يعني في هل مثلا بما ان انت دكتوره اكيد بيجي لك برضه يعني ناس كتير، فعايزين نعرف هل في اقبال من الرجال على موضوع الفيلر والبوتوكس، ولا هو الموضوع مقتصر على السيدات بس؟ لان متعارف ان دايما الست هي اللي بتهتم بجمالها وبالشكليات والحاجات دي، لكن مؤخرا بدانا نسمع ان في رجاله كمان او رجال يعني بداوا يهتموا بالجزئيه الجماليه دي كمان في الشكل، فهل فعلا في اقبال من الرجال بدا، ولا ما زال الموضوع مقتصر على السيدات بس؟ لا، هو فيه، لانه يعني في بعض الرجال بيبقى عندهم بالذات النيزوليبيال فولد دي عميقه جدا، فلما باجي اعملها بتفرق في شكلها قوي، فبدات الناس فعلا ان هي تخش وتشوف على النت وتعرف ان الرجاله كمان ممكن تستخدم الحاجات دي، وبالذات البوتوكس في منطقه الجبهه. كل الحاجات دي لما بتعمل بتقلل الواحد على الاقل 10 سنين. فليه انا ما اهتمش بجمالي؟ ليه ما ابصش على نفسي في المرايه واقول انا محتاجه زياده هنا، محتاجه اعدل حاجه في مناخيري، محتاجه اعالج الهالات اللي تحت عينيا؟ كل ده بيفرق في الشكل، وخصوصا ان الحاجه بتبقى حلوه ليه؟ عشان النتيجه بتطلع في وقتها.
كنت برضه عاوز اسال حضرتك على حاجه بخصوص الهالات اللي تحت العين والخطوط اللي بتظهر، لان احنا عارفين دايما او اعتقد يعني ان اول حاجه بتظهر في وش المراه او الرجل يعني تعبر عن تقدم العمر هي الخطوط اللي بتكون تحت العين، ده اول حاجه قبل اي تجاعيد في الوش. ففي ناس كتير دايما حتى السيدات تلاقيهم بيراقبوا الخطوط اللي تحت العين، اول ما تبتدي تظهر تجري على دكتور التجميل على طول. فهل ده برضه بيتعالج بالفيلر ولا بالبوتوكس؟ ساعات بستخدم الاثنين سوا حسب لعلاج الخطوط دي. لعلاج الخطوط. يعني في خطوط العرضيه زي ما احنا قلنا اللي بتكون جنب العين دي لازم بوتوكس. تمام. لكن في بعض الحالات بيكون عندي فيها انتفاخات وهالات سوداء ومحتاجه ان المنطقه دي تتشد شويه، دي بستخدم فيها حاجات تانية كمان، حاجات بتعالج الهالات وحاجات بتعالج الانتفاخات، وبتجيلي البيشن بعديها بجلسه تانية بعمل لها فيلر هنا، فبتروح المنطقه دي مشدوده خالص، فبخلص خالص من الخطوط دي. كمان يا دكتور كنت عايزه اسالك، يعني هل الواحد بيحتاج جلسه واحده ولا ممكن في بيشنت تقولي لها لا انا محتاجه مثلا اعمل لك كذا جلسه فيلر وبوتوكس، ولا هي بس بتبقى جلسه واحده؟ لا، هي بيبقى جلسه واحده، والريفيجن بتاعها عشان لو في اي حاجه البيشن عايزه تزود او اي حاجه هي طالباها زياده. الريفيل يعني. بالظبط، الريفير بيبقى بعديها باسبوع او 10 ايام مش اكتر. بعديها باسبوع او 10 ايام. طب ليه دايما بنسمع يقولك ان الواحد لما بيعمل فيلر او بوتوكس في البدايه بعد فتره يقولك غلط، اصل انت كده بقى وشك هياخد على الفيلر والبوتوكس، فبالتالي هتضطري خلاص تعيشي على الفيلر والبوتوكس، يعني هتضطري بقى كل ما يبتدي تحسي ان التاثير راح لازم هتروحي عشان تملي اللي راح، انت كده وشك خد على الفيلر والبوتوكس، ايا كانت بقى هي شفايف او خدود او كده، يقولك خلاص انت وشك خد على الماده دي، فاول ما هتروح لازم هتروحي تملي تاني خلاص. بس يعني احنا لما بنيجي فعلا نملي تاني او ان احنا نزود تاني بعد فتره مثلا بتبقى حوالي من بعد 18 شهر، اوكي، بنملى حاجات بسيطه زي ما بنعمل ريفيجن زي ما قلت لك. اوكي. اما البوتوكس اوكي هو مدته 6 شهور، بس لما بيروح الخطوط ما بترجعش زي الاول، بالعكس دي بتقل، فما فيهوش يعني حتى لو راحت لما باجي اعمل تاني بوتوكس تبدا مع التكرار ان هي تقل فما بقاش محتاجه بعد كده. لكن الفيلر ببدا انا اتعودت على منظري او شكلي في شكل معين، تمام، فلما يقل شويه نعمل حاجه اسمها ريفيجن، مش محتاجه ان انا اقعد اعمل من اول وجديد. فهمتك. تمام يا دكتوره، انا بشكرك جدا وميرسي قوي على الوقت اللي انت قضيتيه معانا. انا عايزه اشكر الدكتوره جدا، دكتوره رندا الشافعي، اخصائي العنايه بالبشره بالمركز الطبي الدولي IMS وعايزه اقول لك ميرسي قوي على الوقت اللي انت قضيتيه معانا، ويا رب نكون جاوبنا على اغلب الاسئله اللي انتوا بتطرحوها في بالكم او في ذهنكم فيما يخص البشره. لكن خلوني يعني اقول لكم ان احنا هنطلع بتقرير في كل الحالات في المركز الطبي الدولي، واقول لكم مع السلامه واشوفكم في حلقه جديده.